قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله. وهذه الكلمة حسبي الله كلمة استعانة، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله كلمة استعانة، ولا تقال عند الشدائد فقط والنوازل والمدلهمات، بل تقال عند الشدائد، وتقال أيضا في مقام طلب النعماء. فهي كلمة استعانة يشرع لك أن تقولها وأنت في شدة وكرب وخوف ونحو ذلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فتقال في مقام الشدة، وأيضا تقال في مقام الرخاء في طلب النعماء، في مقام طلب النعماء تقال في الشدائد وتقال في هذا، يعني تقال في طلب الخير وتقال في دفع الضر. والآية الكريمة التي بين أيدينا جمعت الأمرين، جمعت الدلالة على مشروعية قولها في مقام دفع البلاء وفي مقام طلب النعماء، لأنه جل وعلا قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. هذا مقام إيش؟ دفع بلاء. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هذا مقام إيش؟ جلب نعماء. أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله. قل حسبي الله أي الله كافيني في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. الله كافيني في جلب النعماء، لا حصول لأي نعمة من النعم إلا بكفايته سبحانه وتعالى، ولا دفع ضر أو بلاء إلا بكفايته. والله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده.